وانتوا عارفين اللي احنا فيه مش سببه حاكم وحكومة والكلام اللي احنا بنتكلم فيه ونهري فيه ده، لا. مشكلتنا ان احنا بعدنا عن منهج ربنا، ان احنا بعدنا عن شرع ربنا، ان احنا بنحكم بغير ما انزل الله. كل ده بقى نتيجته اللي احنا عايشين فيه، الضنك اللي احنا فيه. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، ده ربنا قال. فاحنا بقينا بنبارز ربنا بالمعاصي. يعني احنا مش بنعمل المعصية بس، احنا بنتباهى بيها، وبنعمل كل اللي نهانا عنه ربنا ونهانا عنه رسوله. وبنقول له من يتقي الله يجعل له مخرجا. فين تقوى الله في اللي احنا بنعمله؟ كل واحد يفتش على نفسه. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. نحاسب نفسنا الاول، هنلاقي اللي احنا بنعمل كل الغلط، بنعمل كل اللي نهانا عنه ربنا، وفي الاخر بنقول ان ربنا معيشنا في ضنك. طب ما هو قال لنا، وقال لنا على العلاج، واحنا مش عايزين ناخد العلاج. احنا عايزين نمشي زي ما احنا كده. احنا في ايام مفترجه، وفي ايام احب الاعمال الصالحه فيها الى الله. احب الايام الى الله، وربنا بيحب فيها العمل الصالح. فيا ريت نرجع لربنا سبحانه وتعالى كلنا، وربنا يهدينا ويهديكم جميعا يا رب العالمين، ويتوب علينا ربنا.